السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، وده هيكون اول فيديو في ورشة صناعة الافلام. وايوه انا هخش معاكم في الموضوع على طول بدون اي مقدمات، وان شاء الله هحاول ان يكون في فيديو مثبت ينزل كل يوم جمعة هنتكلم فيه عن ازاي بيتم صناعة الافلام وايه الجوانب اللي بيتم اخذها في الاعتبار اثناء تصوير الافلام. وهبدا معاكم واحده واحده كده بالاساسيات اللي بيتم تطبيقها اثناء الصناعه. فاعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد، وجيب قهوتك يلا ويلا نبدا بالدرس الاول معانا في الورشه، وهو تتبعات المشهد. اي مشهد بتصوره بيكون ليه فلو معين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنبدا تصوير لشخص ما بيتحرك من مكان لمكان تاني، اثناء وصوله من النقطة A للنقطة B في تتبع للمشهد هنا من حركة الكاميرا، ولازم تكون مناسبة مع حركة الممثل. ففي الدرس ده هنركز على حجم الشوت اللي بيتم تصويره وزوايا الكاميرا، وهنعرف العلاقة والفرق بين الوايد شوت والميديوم شوت والكلوز اب. ولكن خليني اعرفكم شوية مصطلحات قبل ما نبدأ لاننا هنستخدمهم كتير. اول مصطلح معانا هو بوينت اوف فيو شوت، ودي بتكون زاوية الكاميرا لما تكون عايز توضح الشخصية شايفة ايه. بمعنى اوضح هي بتكون عين الممثل بدون ظهور الممثل نفسه في الشوت، وبتختصر ببي او في شوت. تاني مصطلح معانا هو اوفر ذا شولدر شوت، ده بيكون عبارة عن مشهد متصور من فوق كتف الشخصية التانية، من كتف الشخصية التانية، خلي بالك علشان يوصل لك احساس التواصل بين الشخصيات، وبيتم اختصاره ب OTS شوت. تالت ورابع مصطلح معانا هو foreground and background شوت. فور جراوند شوت هو عكس الباك جراوند شوت، بمعنى انه بيكون هو الخلفيه اللي قدام الممثل علشان يدي عمق للمشهد اكتر، بدل ما يكون المشهد فلات مفهوش اي تفاصيل، وبيختصر باف جي شوت. اي حاجه قدام الممثل هو ده الاف جي شوت. اما الباك جراوند هو طبعا الخلفيه اللي ورا الممثل، سواء كان الممثل قريب منها او بعيد عنها، فكده كده لازم يكون في خلفيه ورا الممثل باي شكل من الاشكال. ويفضل ان يكون في مساحه معقوله بين الممثل وبين الخلفيه اللي وراه علشان تتجنب حدوث اي شادوز في المشهد، تتجنب حدوث اي ظل ينعكس على الباك جراوند، وبيطلق عليها بي جي شوت، باك جراوند شوت. المصطلح الخامس والسادس معانا هو لونج شوت اور وايد شوت، واكستريم لونج شوت اور اكستريم وايد شوت. لونج شوت اور وايد شوت ده باختصار مشهد متصور بزاويه واسعه، بيجيب العنصر اللي بيتم تصويره بشكل كامل من فوق لتحت، حرفيا من صوابع رجليه لشعره، وبيختصر ب LS شوت او WS شوت. اما الاكستريم لونج شوت او الاكستريم وايد شوت ده بيكون نفس الفكره، بس الشوت هنا متصور على مدى ابعد، بيوضح البيئه اللي بتكون محاوطه الممثلين، بيجيب الممثل بشكل كامل او اي عنصر بيتم تصويره حتى لو بيتصور حيوان، ولكن من بعد ابعد بكتير جدا من اللونج شوت. ومفيش ستاندرد هنا تقدر تحدد بيها مدى بعد الاكستريم شوت ده بيكون عامل ازاي، بيكون انت ورؤيتك انت عايز توضح ايه بالظبط، وبيتم اختصاره ب ELS شوت او EWS شوت، اكستريم لونج شوت او اكستريم وايد شوت. المصطلح السابع والثامن معانا هو ميديوم شوت وميديوم لونج شوت. ميديوم شوت ده بيكون عبارة عن شوت بيصور الشخصية بشكل متمركز في وسط المشهد اللي بتصوره، بداية من ركبته لغاية شعر الشخص اللي انت بتصوره. وفي حالة لو انت مصور الشخصية بنفس الابعاد دي ولكن بزاوية اوسع شوية بحيث انها تكون مبينة الخلفية اللي ورا الممثلين، بنسميها ميديوم لونج شوت. الميديوم شوت بيتم اختصارها ب MS شوت، والميديوم لونج شوت بيتم اختصارها ب MLS شوت. المصطلح التاسع معانا هو كلوز اب شوت، وده مشهد فيه زوم على الشخصية اللي بتصورها بحيث انك تكون مركز عليها اكتر، وكل ما ابعاد الزوم على الشخصية كانت اقرب كل ما اختلف اسم الشوت عليها. بمعنى ان في الكلوز اب شوت بيكون المشهد بداية من صدر الشخصية اللي انت بتصورها لغاية شعره من فوق، زي الشوت اللي انا بصوره دلوقتي، انا بصور بكلوز اب شوت. لو عملت زوم اكتر بداية من فتحة الصدر لغاية فوق هيبقى اسمه وايد كلوز اب، وبيتم اختصاره ب WCU شوت. ولو زومت اكتر على الشخصية واخدت الشوت بداية من رقبة الشخص اللي بتصوره لغاية فوق هيبقى اسمه فول كلوز اب، وبيتم اختصاره ب FCU شوت. طيب لو عملت زوم اكتر بداية من اسفل الدقن لغاية فوق هيكون اسم الشوت هنا ميديوم كلوز اب، وبيتم اختصاره ب MCU شوت. اما لو اخدت شوت بزوم حذفت منه جزء من الدقن لغاية فوق هيكون اسمه اكستريم كلوز اب، وبيتم اختصاره ب ECU شوت. دي معظم انواع الشوتات اللي بنستخدمها في التصوير، ولازم تكون عارفهم كويس وتمارسهم كويس جدا. ولو انت لسه مكمل معايا لغاية دلوقتي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش في موضوعنا. دلوقتي انا هعرض عليك مجموعة من الصور علشان نحدد بيهم حجم الشوت اللي بتصوره. خليك دايما مركز في
الصورة اللي هعرضها عليك وركز معايا واسمعني كويس جدا. اولا انا محتاج منك تدي كل صورة من دول مسمى بناء على المصطلحات اللي قلناها من شوية، والكلام ده هتعمله في كل مجموعة صور هعرضها عليك علشان تمرن عقلك بعد كده انه يترجم الشوتات اللي هتشوفها اوتوماتيكلي. وصدقني نظرتك للحياة هتختلف تماما بعد ما تخلص الورشة دي معايا. هتبقى ماشي في الشارع مخك بيحلل كل كادر عينك بتشوفه. دلوقتي انت قدامك 6 صور لعنصر بزاوية مختلفة. عايزين نعمل مقارنة بين الصور من 1 ل 3 والصور من 4 ل 6. طيب ايه وجه المقارنة هنا اصلا؟ هنركز في الصور من 1 ل 3 هيكون معاك مشهد حركي، ونفس القصة في الصور من 4 ل 6 هيكون معاك مشهد حركي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هقولك ان الفرق هنا في السرعات سيد الرئيس. المشهد اللي كونته من 1 ل 3 الكاميرا مان هنا سرعته اقل من المشهد اللي كونته في عقلك من الصور من 4 ل 6. فدلوقتي انت عرفت حاجة اسمها velocity and acceleration، السرعة والتسريع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الصور من 1 ل 3 بدأنا باكستريم لونج شوت وقفلنا المشهد باكستريم لونج شوت، ولكن بسرعة أبطأ إلى حد ما، مع المحافظة على اني ابين الخلفية اللي ورا العنصر اللي بيتم تصويره. ولكن في الصور من 4 ل 6 وصلنا للعنصر اللي عايزين نركز عليه بزاوية لونج شوت، ابتدينا باكستريم لونج شوت وقفلنا بلونج شوت. فهنا في اختلاف في حجم الشوت وفي سرعة الوصول للهدف وفي زوايا التصوير نفسها. طيب ايه الفايدة او الفرق ما بين كل مشهد والتاني؟ الفرق هنا في تفاصيل الشوت، وده بيرجع لرؤيتك بكل تأكيد. لو عايز تفاصيل اقل على العنصر اللي بتصوره هتستخدم المشهد المكون من الصور 1 ل 3. لو عايز تفاصيل اكتر هتستخدم المشهد المكون من الصور 4 ل 6. وكل ما تقرب على العنصر بتاعك اكتر كل ما ظهرت تفاصيل اكتر، وبكل تأكيد هيتغير معاك نوع الشوت اللي بتصور بيه. فدلوقتي هعرض عليك مجموعة صور تانية. دلوقتي محتاجين اننا نظهر تفاصيل اكتر للعنصر بتاعنا، فهتلاقي في الصورة 3 والصورة 6 عملنا كلوز اب على العنصر بتاعنا، ظهرنا بيه تفاصيل اكتر. اوكي انت تمام معايا كده؟ خلاصة الكلام هنا حجم الشوت وزاوية الكاميرا دي انت بتحددها بناء على التفاصيل اللي عايز توضحها في المشهد بتاعك، لانهم بيفرقوا جدا. كل تفصيلة ولو كانت صغيرة داخل المشهد بتدي لك انطباع على حالة المشهد العام اللي انت بتصوره. طيب يلا بينا نتعمق اكتر واعرفكم على حاجة اسمها ذا ستاتيك شوت او الشوتات الثابتة. الشوتات الثابتة عادة بتحكي قصة بتتبع حركة الشخص اللي في المشهد واختيار زاوية المشهد نفسه. فعندك 3 صور هنا. في الصورة رقم 1 مشهد ثابت فيه توضيح لبيت معين والبيئة اللي حواليه، وده يدل على ان التركيز هنا هيكون على روتين البيت ده هيكون عامل ازاي. فهتلاقي في صورة رقم 1 شخص متوجه ناحية البيت ده. لما غيرنا زاوية الكاميرا لميديوم شوت في صورة رقم 2 هتاخد بالك ان في شخص تاني خارج من البيت وفي شباك غرفة نوم. في الصورة رقم 3 هتلاقي في زاوية كاميرا تانية ثابتة برضو داخل الغرفة نفسها، ولكنها مترصدة مشهد الشخص اللي كان في الصورة رقم 1 من شباك الغرفة. فمن خلال 3 صور بمشاهد ثابتة هنا أنا قدرت أحكي قصة وأكون مشهد بروتين يومي مكون من 3 زوايا للكاميرا. وكل ما هتحتاج توضح تفاصيل أكتر أو تعمل تتبع لحركة شخص ما كل ما هيزيد معاك عدد الشوتات بزوايا مختلفة للمشهد اللي بتصوره بناء على المواقف اللي هيواجهها الشخص ده. فبكل تأكيد انت محتاج في الأول تعمل مخطط للمشاهد اللي عايز تصورها برسمها على ورق تطلع عليه خيالك للمشاهد دي، وبعد كده تبدأ تنفيذ بالتصوير، وده بنسميه ستوري بورد. وبس كده خلينا نوقف لغاية هنا، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله نكمل كلام عن زوايا الكاميرا والأنماط اللي بيتم استخدامها وعن السينما عموما. فما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.